النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كفتة رز بس هنعملها بالفراخ. اول حاجة كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندخل كده نشوف المقادير والطريقة، نعملها بطريقة بسيطة جدا وسهلة وفي نفس الوقت هتكون النتيجة بتاعتها جميلة جدا. معايا كوبايتين من الرز غسلاهم وطحناهم يعني رز مطحون. معايا بصلاية كبيرة ومعايا قرن فلفل احمر واخضر. معايا شبت وكزبرة. وهنا بقى معايا نص كيلو من صدور الفراخ. طبعا ممكن تمشي الصدور مع وراك مفيش اي مشكله، يعني ده نص كيلو واخدين عليه كوبايتين من الرز. هنفرم الفراخ كده، لازم تفرمي الفراخ كده تكون الفرم بتاعها ناعم. طبعا انا عملت معاكم كفته الرز على القناه قبل كده، بصراحه من الكفت الجميله جدا ومسكره في نفس الوقت، بتحسي كده ان انت وانت بتاكليها بتكون الكفته ذات نفسها مسكره. خلاص كده لازم تفرمي الفراخ وتكون الفرم بتاعها ناعم. طبعا لو انت عايزه تضاعفي الكميه دي حاجه ترجع لك انت، لو انت عايزه تعملي كيلو من الفراخ هتحطي عليه 4 كوبايات من الرز، بس احنا عاملين هنا نص كيلو من صدور الفراخ فحاطين كوبايتين من الرز المطحون. خلاص كده فرمنا الفراخ، بعد كده بقى هنفرم الخضار. طريقتها سهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. ده هنا بقى شبت وكزبره. زي ما قلنا بقى نسبه الخضار اللي انت عايزه تحطيها حطيها، يعني مش هنمشي على مقدار معين. خلاص برضو فرمناه ناعم بالشكل ده كده. هنكمل بقية الكمية، هناخد بقية الخضار وهناخد عليه البصل والثوم، حاطة كده معلقة صغيرة من الثوم المهروس يعني بما يعادل 4 فصوص من الثوم. وخدت قرن من الشطة، قرن فلفل شطة، قرن من الشطة أحمر وأخضر. وهنفرم كل الكلام ده كده لحد ما يكون ناعم. خلاص كده تمام. هننزل بالرز زي ما قلنا كوبايتين من الرز، طحنينهم كده ومنعمينهم كويس. هنقلب بقى الخلطة كلها مع بعض كويس وبعد كده هنرجع نفرمها تاني عشان كل حاجة تختلط مع التانية. الخضار مع الفراخ مع البصل كل حاجة تختلط مع بعضها كويس. بعد كده خدت معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر وخدت معلقة من البهارات السبعة ومعلقة من الكزبرة ومعلقة من البابريكا. وهنقلب كل الكلام ده مع بعض كويس وبعد كده هنفرمه تاني في الكبة. لازم هنا نقلبه كده كويس، يعني هتستغني كده عن المعلقة وتشيلي المعلقة وبعد كده هتقلبي بإيدك كويس. وزي ما قلت لك هنفرمه تاني في الكبة عشان كل حاجة تختلط مع بعضها. شايفين لما بيتفرم بيبقى الشكل بتاعه عامل ازاي ما شاء الله، والخضرة بتاعتها كمان مش قليلة. يعني لو انت عايزة تزودي كمية الخضار بتاعك عن كده زودي، دي حاجة ترجع لك انتي. شايفين مجرد ما خدناها فرمة نعمت معانا. هتنعم معاكي بسرعة لان طبعا احنا طحنين الرز مش حاطينه سليم. فلما تيجي تعملي الكفتة سوا هتعمليها بفراخ او بلحمة، لازم تطحني الرز عشان تطلع معاكي ناعمة كده وتكون كويسة. خلاص كده شايفين اللون بتاعها زي ما قلت لك اخضر. هنا بقى جبت معلقه من الزيت وهبدا كده ابل ايدي بالزيت عشان الكفته ما تلزقش وانا بصبعها. وهبدا بقى اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انت حابه تكبريها عن كده تكبريها تصغريها، دي حاجه ترجع لك انت بقى، اعملي بالشكل اللي انت عايزاه. شايفين انا هعملها بالحجم ده كده. طبعا وبعد ما تتحط في الصلصه مش هتكش معاكي كده في الصلصه. في كفته لما بتيجي تعمليها وبتحطها في الصلصه بتلاقيها صغرت معاكي، بالعكس دي هتفضل زي ما هي. وزي ما قلت لك كفته الفراخ ديت بالرز من الحاجات اللي جميله جدا، طعمها بيكون مسكره، طعمها كمان ألذ من كفته اللحمه. خلاص كده تمام.
خلاص هنعمل كل الكمية طبعا بنفس الطريقة. كده خلصت الكمية كلها ما شاء الله. شايفين النص كيلو صدور فراخ رمة معانا كمية كبيرة. بعد كده رحت في طاسة على النار حطيت فيها زيت، وبعد كده هنزل بالكفتة. مجرد ما بتاخد لونها تقلبيها على الجهة التانية. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاع الكفتة. خدت شوية كده من الزيت وقطعت بصلاية. بعد كده هسيب البصلة لحد ما تاخد لون. وفي نفس الوقت الكفتة احنا بنحمرها، مجرد ما بتاخد لون بتقلبي على الجهة التانية. خلاص هو ده اللون اللي احنا عايزينه. هنخرج بقى الكفتة كده من الزيت وهننزل بباقي الكمية. خلاص كده تمام. هنا كمان البصلة بدأت تاخد لون، هنزل عليها بعصير طماطم. هغطي كده على الطماطم واسيبها لحد ما تتسبك كويس. بعد كده خدت معلقة من صغيرة من الفلفل الأسمر ومن الملح. وكده خلاص خلصنا الكفتة دي كل الكمية. شايفين ما شاء الله الخضرة بتاعتها كانت جميلة جدا. فتحت كده واحدة، شايفين لونها من جوه عامل ازاي. بعد كده هنا الصلصة خلاص اتسبكت معانا وجهزت. هنزل بكمية الكفتة. طبعا مش هطبخ الكمية كلها، خدت كده على قد الاستخدام اللي انا عايزاه. وبعد كده سبت الكفتة كده تتسبك شوية في الصلصة، وبعد كده زودتها كوباية من المية. وشايفين دي الكفتة بقى بقية الكمية. زي ما قلت لكم عملت منها مرة ومعايا كمان هتعمل كمان مرة. هنا بقى طبخت معاه رز ابيض، ممكن تعملي معاه رز بشعرية طبعا ما انت عايزة. الكفتة طبعا ما فكتش معانا في الصلصة ولا اي حاجة زي ما احنا حاطينها، لا كشت ولا فكت ولا اي حاجة. التسوية بتاعتها كمان كانت مظبوطة جدا. وجربي الطريقة ديت ما شاء الله زي ما قلت لك جميلة جدا. طعمها حلو، ما بتفرقش عن كفتة اللحمة، بل بالعكس احلى من كفتة اللحمة. فجربي كده كفتة الفراخ بالصلصة. شايفين كمان مستوية معانا. خلاص دي كانت وصفة النهاردة، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، ونشوفكم في وصفة جديدة على خير. ومع السلامة.